مرحبا بكم عندنا اليوم. رانا عندي كوران في معرض الانتاج الوطني. الوصفه تاع اليوم درنا تشيز كيك. تبعوني نعطيكم لي زيتاب تاعها كيفاش حضرناها. الحاجه الاولى وجدت لي بيرين تاعي حطيتهم اكوتي، درت الكاطو رحيتو، زدت عليه شويه تاع زبده، حطيتو خليته يرتاح، من بعد حطيتو في البيرين هذا اللي راه من تحت. من بعد رحت وجدت لاموس تاع التشيز كيك. بالنسبه للاموس تاع التشيز كيك الحاجه الاولى عندها دو زيتاب نديروهم. الحاجه الاولى نديرو لا كريم ليكيد، عندنا 2 كيسان تاع لا كريم ليكيد، نطلعوهم بالباتور بيان فيرمي. نروحو نحضروا ليطاب دوزيام اللي هي راح نديرو الفرماج كوران. استعملت هذه النوعيه، راح نحط 500 غرام تاع فرماج كوران، راح نزيد عليها كيس ونص حتى 2 كيسان على حسب الذوق تاع السكر غلاس، ونزيد عليها لافاني. لافاني راح نديرو مغرفه كبيره ونخلطو بيان، نخلطوها غير بالمغرفه. بعد ما نخلطوها مليح راح نجيبو هذاك الكريم اللي كنا طلعناها، راح نزيدو عليها الفرماج هذا اللي جبناه، راح نخلطوها بيان، راح نخلطو كامل هذيا وهاي الفلاوس اللي تحصلنا عليها. نجيبو لي بيري اللي كنا حطينا فيهم هذاك الكاطو مع الزبده ورملناه وحطيناه من تحت، حطيناه بيان. راح نبدا نحط الطاموس تاع التشيز كيك. بعد ما حطيناها راح نروحو للفوغاج. الفوغاج استعملوا اي حاجه، انا استعملت هذا الفوغاج تاع لي فريز من الفوق. كاين بزاف عده اذواق، كل واحد وشي حبيته. نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم، تجربوها. مرحبا بكم عندنا في معرض الانتاج الوطني. انا في بابي معايا كوران دائما. انا نشتو بزاف الوصفات. مرحبا بكم. لا لا، شكرا شكرا.